بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. فها نحن واقفون أمام مكان مهم تاريخي جدا، ألا وهو سقيفة بني ساعدة. وكان في المدينة عدد من السقائف اشتهر منها سقيفة بني ساعدة بسبب الحدث التاريخي الكبير، فقد وقع فيها مبايعة أبي بكر الصديق بالخلافة إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. تقع هذه السقيفة في الجهة الشمالية الغربية للمسجد النبوي الشريف، وكان بين مساكن قبيلة بني ساعدة الخزرجية، والتي منها الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكانت قريبة من بئر بضاعة. ثم تحولت هذه السقيفة فيما بعد إلى مبنى تغيرت أشكاله عبر العصور، وتم تحويله أخيرا إلى حديقة، وها هي أمامكم تطل مباشرة على السور الغربي للمسجد النبوي الشريف في توسعته الأخيرة. وهذا هو مكان السقيفة التي بويع فيها الخليفة الأول للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.